انا جايه اقول لكم ان اللي مجربش الاكله دي فايته كتير بجد. طعمها رهيب، الكفته حلوه جدا، والخضار بقى طعمه في حته تانية. الاكله انا بحس ان هي نادره شويه، يعني ما شفتش حد بيعملها غير عندنا في البيت يعني، فمش عارفه ده اختراع ماما يعني ولا ايه. يلا بينا نشوف المقادير. انا استخدمت ربع كيلو لحمه وبصلتين كبار مبشورين، وصفيت الميه بتاعتهم، وحطيت بقدونس وملح وفلفل والشطه اختياري، وضربتهم في الكبة. وبعد كده حطيت معلقتين بقسماط مطحون، ومعاهم معلقة صغيرة بيكنج باودر، والخطوة دي مهمة عشان دي اللي بتساعد ان الكفتة تكون متماسكة. ونضرب تاني في الكبة. وبعد كده بقى حضرت الخضار بتاعي، حطيت بطاطس وطماطم وجزر وبصل وبسلة. الخضار كله متقطع طرنشات كده زي ما انتوا شايفين، وحطيت ملح وفلفل وشوية زيت، يعني معلقتين زيت كده. بعد كده صبعت الكفتة وحطيتها على وش الخضار، ودخلتها الفرن على درجة حرارة الأول كانت عالية، وبعد كده وطيت النار خالص. خدت تسوية ساعة الا ربع، وزي ما انتوا شايفين كده. بعد كده حطيت حتة فحمة عليها نقطتين زيت علشان الكفتة تاخد ريحة شوي كده شوية. وقدمت معاها كمان سلطة البصل. عايزة اقول لكم ان طعم الخضار او طبق الخضار ده طعمه في حتة تانية بقى، احلى من طعم الكفتة كمان.